اسمعي معايا صوت البكبكه التحفه دي ولا الريحه، ما اقولكيش على الجمال. النهارده بقى هدلع لك الكفته ونعملها بالصوص، سهله وسريعه ومش هتاخد وقت معاكي. من احلى الاكلات اللي ممكن تجربيها بجد خارج المنافسه، ولا هتحتاجي الفرن ولا غلبه، كمان مش هتوقفي كتير في المطبخ ومش هتطبخي جنبها اي حاجه، شويه رز وسلطه. يلا نسلي الرسول ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي كيلو من اللحمه المفرومه. هنجيب بقى بصلتين متوسطين حلوين كده، نفرمهم فرم ناعم في الكبه ونصفيهم وناخد الطفل بس، وميه البصل سيبيها على جنب، وده سر حلقه النهارده، هقول لك هنعمل بيها ايه بعد شويه. نص كوبايه من البقسماط المطحون ناعم، والبهارات بسيطه جدا، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح والبابريكا، وكمان بهارات اللحمه او السبع بهارات، رشه كده قرفه او جوز الطيب لو حبه، وكمان حبهان مطحون مع ورق لورا طحناهم بودر. ضفت حاجه بسيطه اداني تيست جميل، ودي كل المقادير بتاعتنا، مش عاوزه اكتر من كده. اعجني اكنك بتعجني عجينه، ونعمي انسجه اللحمه. نسيت اقول لك افرميها وشين عند الجزار، ويكون فيها نسبه دهون لا تقل عن 20% عشان ما تفكش. ونبدا بقى نكورها كده كرات متوسطه. وك بقى او طاسه كبيره هنضيف فيها شويه زيت على معلقه زبده او سمنه زي ما تحبي، سخنيهم كويس جدا جدا، وهنقسم الكميه على مرتين. في الاول مش هنقلب فيها، هنسيبها كده لحد ما تخش في السوا، عقبال ما نقطع شويه بصل حلوين كده جوليان. اغسلي البصل وابداي قطعيه كده بالشكل اللي انت شايفاه. اول بقى لما الكفته تخش في السوا هنديها بقى تقليبه، انا عاوزاها تستوي معايا سوا تام. ما شاء الله شايفين كميه الكفته يا جماعه، الكيلو هيعمل لك كميه كبيره، وكمان لو استخدمتي نص كيلو ميزه الوصفه دي فعلا بترمي وبتعمل كميه حلوه. على حسب بقى امكانياتك جيبي نص كيلو هتعمل لك كميه محترمه. هندي بقى تقليبه حلوه ونبدا نطلع الكفته بعد ما استوت، ولازم تاخد اللون اللي انت شايفاه ده. وبعد كده بقى هنزل بالدفعه الثانيه من الكفته، هديها بقى تقلبتين 3 لحد لما تستوي برده معايا سوا تام وتاخد اللون الحلو، وهبدا ان انا اطلعها في نفس الطبق، ما نعملش بقى مواعين كتير. الخلاصه بقى الحلوه اللي نازله دي هتضيفي بقى فيها البصل عشان نكرمله. افضلي بقى قلبي فيه لحد لما يتكرمل وياخد اللون الحلو اللي انت هتشوفيه ده. عايزه اقول لك هتدعي لي على الاكله دي، طعمها خطير بجد وسريعه وسهله ومش بتاخد وقت. رشه سكر كده هنبدا نكرملها مع البصل، هتديكي طعم حلو قوي وتظبط لك كمان الطعم للكفته. معلقه صغيره من الثوم المفروم، احنا ما ضفناش ثوم على الكفته لكن بحب اضيفه على الصوص ده، بيديله ريحه جنان. عاوزه اقول لك الريحه كانت قلب الدنيا. اول بقى ما لون البصل ياخد اللون الحلو المكرمل ده، هننزل بقى بمعلقه كبيره من الدقيق مليانه نشوحها عشان ما نحسش بطعم الدقيق. ليه بنضيف دقيق؟ عشان ناخد قوام حلو للصوص. لازم تشوحي الدقيق وتنزلي بقى بميه البصل وتدعي لي. عاوزه اقول لك بقى بتعلي التست جدا جدا. بعد كده نزلت بقى بشويه من الميه السخنه تقلبتين 3، وننزل بالكفته ونظبط ملحنا ونقلب. جهزي بقى ميه سخنه جنبك، وانزلي بقى بشويه من الفلفل الاسود تاني، وحاجه بسيطه من الملح والقرفه لو حبه، او بهارات اللحمه، مش اكتر من كده. شويه ميه ونقلب. دوقي طبعا عشان الملح هنا لازم يكون مظبوط. عاوزه اقول لكم الملح يا جماعه لو في اي اكله مش مظبوط فعلا ما بيكونش ليها طعم. هدي النار كده خليها متوسطه وغطي عليها وسيبيها بقى تستوي. ده بقى بعد شويه حبيت اوريكي مراحل التسويه، طبعا هي لسه ما استوتش، لسه الصوص محتاج يتقل شويه. البصل كده داب وبدأ ياخد بقى من طعم الكفتة، وكله ياخد من طعم بعض. هسيبها بقى تكمل سواها، هي كده خلاص 10/10. شايفين بقى ما نشفهاش، عاوزين بقى تكون جوسي كده عشان ناكلها مع الرز. كده بقى هرفعها من على النار ويلا بقى نقدمها تقديمة حلوة قوي. بصي بقى طريقه التقديم دي مميزه جدا وشكلها شيك وحلو قوي. الرز كمان الابيض انا عاملاه بتكه جميله، هقولك عليه كده على السريع. غسلته بدون نقع ولا حاجه، وبدات اشوحه في شويه زيت مع فصين مستكه بعد لما مسحه كده. وقرب بقى لما يجي يستوي ضفت بقى على الوش كده مكعبين 3 زبده، واديته تقليبه وهديت النار وغطيت عليه وكمرته، وكان طعمه تحفه بالزبده يا جماعه، حتى ولونه مصفر كده احلى كتير من السمنه. جربوه هيعجبكم، بيليق جدا مع الاكله دي. رفعت بقى البوله اللي انا كنت حطاها في النص، وهضيف مكانها الايه، الكفته الخطيره بتاعتنا والصوص التحفه ده. عاوزه اقول لكم احلى اكله ممكن تجربوها، الاكله دي سريعه وخفيفه وجميله. وعلى فكره كمان لو عندك عزومه او تجمع وحبيتي تعملي اكله ترمي معاكي كميه حلوه، جربيها هتعجبك جدا جدا. شايفين بقى الجمال؟ باي كميه لحمه مفرومه هتعمل كميه جميله قوي. وزودي بقى البصل كده وتوصي، عشان هو بقى ده سر حلقه النهارده، هيديكي صوص جميل. كل ما تزودي البصل هتزودي الصوص بتاعها. شايفين بقى شكلها؟ الكفته مستويه ولا فكت ولا حاجه، متماسكه وكله كده واخد من طعم بعض. جربوها متاكده ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا بجد. مستنيه رايكم فيها. اوعوا بقى تنسونا في خالص الدعاء بلايك وشير لو الفيديو عجبكم، وبالهنا.